يلا برا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيرى حفظ بينجي الشيخ رحمه الله بيستن متى اشتد به وجع موته صلى الله عليه وسلم كان جي دجوار بي نساخيا مرناوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت بدي وفات كت نساخ بي نساخيا مرني كان جي السر دجوار بي اشتد به يوم الخميس رجع بشام بسروي دجوار بأف نساخيا هني نساخيا مرني وتوفي يوم الاثنين پیغمبر عليه الصلاة والسلام رجع دشنبه وفات كر وجهز يوم الثلاثاء يعني كاري حاضر كناوي رجع سيشنبه كر وشوا چهارشنبه دفن كر بينو كجمع اشارات پیدا وقت مری پشتینگی روزا سهشنبه روزا دوشنبه مر سهشنبه جاهز کردن و کفن کرناوی شیشتناوی و شوا چهارشنبه دفن کردن مگو تا بو چی روزا که دوا تأخیر بیمانه او جبر هندک مصالح بسرمانه بشتن من استخلف على الصلاة في مرض موته شیخ رحمه الله بسیاره کی بمتین بیش او کی بی جهوی پیشنویجید کر وقتی پیغمبر نساخ بیه علیه الصلاة والسلام نساخیان مرنشی که ما بحثی نساخیه کر بیشتن جواب ده استخلف على الصلاة بالناس صاحبه في الغار بیشتن استخلف یعنی جهوی کی ما و نویج البرایگاه خلقی کر حوالی وی اوش کفته به بحث ابو بکر کت خودش رازی به و رفیقه في السفر حوالی وی سفری والحضر الحضري وأول مصدق برسالته كم كذب بواريب الرسالة وإناي بشتي خديجة أو رسالوي ومنقاد لما جاء به يعني جهدار عمل كرن منقاد يعني خاضع يعني ملكش كردي بيجن بوي وحيا السرويت هتخاري أو وحيا بيغمري بويد عليه الصلاة والسلام والخليفة بعده بشتي مرنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبو بكر بخليفة في أمته وذا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قال لي برا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت وفات كده كس نكر خليفة نقول فلان كس دي بد خليفة بشتي من هباجي إجماع علماء السرحي تو بحثت دراو اکادیب شیعانکه چیروک و چیروانو که توانو دراوی توانو او چید کن او چندین ساله حقیقت اوی وره بزانش کتاب سلف امت اف کتاب ساله دو ساده سه ساده ودن نویسینه کتاب حدیث حتی بگاوه پیغمبری علیه الصلاة والسلام پشت وقتی بری بمرد اشارت ندا بی فلان کس خلیفه پشتی من دست نیشان کرن ها ناف نگوت بی بس گلک اشارت دابیه ایکشوان اشارتا وقتی پیغمبر نساق علیه الصلاة والسلام نشیا بید نویجل برای که بسلمانا بکتن بود دخل که بجنه ابو بکری بلا پیشنویجی بکن مرو ابا بکری فلیصلی بالناس مانا بجن ابو بکری بلال پیشایکا و نویجی بکن عایشه خودجی راضی بد گوتیه ابو بکر مرو بکی دل نازکه اگل جیتا بسکنت نشید جبر گریه خواه پیشنویجی بکن گوت بیجنه بلا او بکن اوه اشارتا که غیر مباشر مانا ناوی نگوت ابو خلافتی و چندین بلگید دید خانه کو پیغمبری علیه الصلاة والسلام اشارت دابطه بو هنده کو ابو بکر شهجی هنده بجا حدیثه که هل دف امام مسلم و بخاری بجن ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا عندك قال عائشة يقول خدش راضي بتن وصيت إمام علي بي يعني پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وصيت كلمة بشتي مرناوي إمام علي ببد خليفة أب چنده هل دفع عائشة بحث كرن بشتن فقالت متى أوصى إليه كانجي وصيت كرا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت بلا ببد خليفة كانجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وصيت كرا دفكي صحابي با اب خبره كي نقل كرا وقد كنت مسندته الى صدري
بشتوانا وقتی پیغمبر خدا علیه السلام وفات کرد بر سینگی مبی کوش آمد دا بیختم کدید بیجن سریوی سر سینگی مبی لویر وفات کرد من ندید وصیت کرد گوته بد امام علی خلیفه و پشتی از بمرم ابدا پشتانی نینه اشبار هنده وقتی پیغمبر منی علیه السلام خلق همین صحابی پیغمبر متفق بین سر خلافت ابو بکر خودش راضی فصل جاء و علماء بجن وقتی پیغمبر وفات کردی علیه السلام انصاری خلق مدینه الجهه که کم بین سقيفة بني سعيدة بني سعيد الله أعلم الجهة كي كون بين الفيجي هي سعد بن عبادة خديجة راضي بن موجود بي سعد بن عبادة خديجة راضي بن موجود بي بيجان بل سقيفة بني سعيد عفوا وقت پیغمبر وفات کری اف انصاری الفيجي رينشت خاري افا صحيح بخاري مسلمه امام عمر خودش راضی بتن خواب بحثت کرد که چری دا بشتن وقت بخاری ده هاتی بش وقتی پیغمبر وفات کردی علیه السلام انصاری الجهه کی کم بین گدنی فی سقیفه بنی ساعده الویجی کم بین بو هندی کسا که هل بجیره خلیفه بو به چنده هانه بشتن جارا که یکی گازی مکرش دید و گمون گوت از مشغول مش مبگرها گو جارا دی گوت من بگه انصاری الفلان جهی گو اسرابی من ابو بکر آگادار که خودش راضی بتن ام چون وی جهی هنه وقتی هم گهش نبی جهی مبری خدای انصاری ید کن بینه مبری خدای مروبه که نافان دا بر جاویتوی گرتینه دا بود دفنیتوی فاتح دای بر گو مگوتی اوکیه گوتی سعد بن عباده گو مگوتی بوچی وکره گو نساخه تای گرتی بشت اینگه خطيبك شوان رابي وآخر بشتي حمد وثناء نصر رب العالمين عز وجل إشارات داهندي قد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا قد قال أنصاريا أم كتيبة إسلامنا أي قال معشر المهاجرين أيوة هجرات كرنا هنج هندك نشما يعني ام امیر خلیفه پشتی رسول خوده هنج نشمنه بشتن من خوا حاضر کربی از باخبم امام عمر من دست آمد از آخبم ابو بکری خودش راضی بود از گرتم چنکی هندی هم مروک حلیم و سرخابی گوتم من جاره رینه بشت ابو بکر خودش راضی بود رابی سرخوا پشتی شهده و حمد و صلواتا گوتا ای انصاری ایها الانصار ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل أو تشتید باش و بحث کرد در حق انصاری دا بله هم سر هنده بله يعني هن أهل خير باشينا هن أو من أيوة رسول خود وحواندي وأف صحابي يعني وحواندي بله قوتا سعد بن عبادة خود جي راضي بتن بشتي ما تحيوان كري ها بشتي قالك ما تحيوان كري وقوتا سعد بن عبادة خود جي راضي بتن يا سعد قلت أي سعد أري بيراتت إيتن وقت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت الأمر في قريش بيراتت إيت وقت قلت أف أمره يعني خلافت ديت نف قريشيا دابد يعني خليفة ديش قريشيا من جبران دهين بينن داعش و خوارج تكفيري بيجن لازمه خليفة مسلمان قريشي بد ما نود بيجن لازمه خليفة قريشي بد بيجن بيراتت إيت أي سعد بن عبادة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وقلت تلويري بيه سعد بن عبادة قلت والله تراز بيجي صدقت ترازت بيجي پیغمبر خدا وقت عليه الصلاة والسلام بيجي أبو بكر إذا يقبلك وقلت خلقي نحن الأمراء وأنتم الوزراء لازم أم بمن خليفة خليفهش قريشيانه بله هند پشتوانيا مكن وزير دشوا بنو پشتوانيا ما هند كن جبار هند پیغمبر اشا ابو بكر خودش راضي بتن رينشتي بي امام عمر رخكي بي ابو عبيده الرخيدي بي دسته فكر
تی هر دو کادا و دسته هر دو کا بلند کرد گوتا خلکی ور بیع بن کشوانا ایکی بخوا بگن خلیفه. امام عمر گوت اگر سریم بیت لیدان بوم گله خوشتره از بوم خلیفه و از بوم خلیفه هندک مرو باشوان مرو با ابو بکر نافدم چاو از بوم خلیفه ابو بکری ما و بیروانای پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام راضی نبی الا ابو بکر پیشنویجی بکر چاو از بوم خلیفه هندک مرو با ابو بکر نافدم ابدا از بی چند هناک بشت او بی امام عمر دسته خود کریه ابو بکری دا خودش راضی بدو بیعت دوه و خلکیش بیعت دانه اجبر وی مختصر بابتی هل بجارتنا خلافت و خلیفه پشتی رسول خودی علیه الصلاة والسلام وی رنگی بیا اب خلافه بسیط دست بی که چی بیا نابروان دا بله هر دیسا اجماع آوان صحابی ها همیال سرهندی بیا کو ابو بکر خلیفه ابو بکر جی خودش راضی به نند بیامد خلیفه بله پس بجارتن آوان و راضی بین آوان اما او درو اکاذیب شیعه بو خودکن بشتی مرناوی دینان ابو بکری خودش راضی بیدان امام عمر دینان فاطمه و گوتی بی امام علی تو دی بی خلیفه و ظلم لی کرد امام علی جی نشیا خواه دین کرد حتی دمایی که چه اصل و اساس بونی من شریعت اسلامی بجد بشتن وقتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نساخ ابو بکر دینا بیجیه خواه پیشنویجه بسیار دیو دا چید بیجد بشتن عن کم توفی من زوجاته صلی الله علیه وسلم بش وقتی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وفات کرد چه جنکی ما بید ساخ توفی صلی الله علیه وسلم عن 9 نسوة نهجن كتبي صاغبي وقت مرة يا ايكي عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالي العامري خشك أسماء بنت قيس ميمونة وجويرية بنت الحارث جويرية جك الخزاعية المصطلقية يا بني قبيلة مصطلقية قبيلة معروفة بني خزاعة وصفية بنت حيي ومات قبله من زوجاته خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة وزينب بنت خزيمة قبل وفاته وقتی مرا نه جنکی توی صاحبین و جیان آبی در دو جنکی توی مربین خدیجه ایک و زینب دو یعنی 11 همین وكان يقال لها أم المساكين قلنا زينب بنت خزيمة ديكا مسكينة بسيارة حفتي وهشتت بيش كم له من ولد پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام چند عيال هبين جواب ده بيشتن له صلى الله عليه وسلم من الولد 3 من الذكور بيش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام 3 كر هبين شكرا 7 قال قاسم أبئك ويقال الطيب والطاهر بجن لقب قاسمي طيب وطاهرة عندك علماء بجن شو بالقل سر بيت چنده هنين نقول لقب قاسمي طيب وطاهر بن حتى عندك تقول طيب وطاهر دو عيالت ويد دينه علماء بجن أبو هاجك راجحة بلكي قاسم هبي وبه كان يكنى كنية يعني تقولني أبو القاسم أبا معنى يكنى وعبد الله قريبي هبي نوي عبد الله بي وإبراهيم أباجي قريبي أبا السيد و4 من النساء پیغمبر عليه الصلاة والسلام 4 كچ هبي يا ايكي فاطمة جنكا امام علي زينب جنكا ابو العاص ابن ربيع بي ابو العاص ابن ربيع ورقية وام كلثوم افهد كجهد جنكت امام عثمان ابا الشهر وكل ولدي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم 7 عيال هبين 3 كر و 4 كچ بيجن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام عيالي بي هميت حياته ايدا مربين نويا اگر في قوي عيالك ما بمرتم دين بن عيالي هميت حياته ايدا مربين إلا كچكتنا
فاطمة تني ما بيشتي مرناوي أو جشاش حيوان ما بيشتي جمر بيشت إلا وكل ولده من خديجة. طبعا همي عيال ويجش خديجة بين كل ولده من خديجة همي عيال البيغمبري عليه الصلاة والسلام خديجة بين إلا إبراهيم تنا يه ماريا قبطي بي إبراهيم كريم ماريا قبطي بي أوج علماء بين هجدهي بي نوزدهي بي وفات كده وكله مات قبله همش بري ويمرن إلا فاطمتنا رضي الله عنها فبعده ب6 أشهر بشتي بي بشش هيفا فاطمة جو وفات كده دمائك وقصيارة دمائك بيشتن هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أري پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وقت مرة عندك ميراث تشخوه هيلا جواب داد بيشتن قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام چد بيشتن نحن معاشر الأنبياء لا نورث أنبياء النبي رب العالمين عز وجل مالي ديف خدانا إلهم ببت ميراث أبدا ما تركناه صدقة أو مالي مهيلا يبشتين من ناخه هميدي بالصدقة يعني أوان بارا نهيلا بشتين من ناخه ببت ميراثي وانا وقت مربانو هنده مال هبا اتكرنا صدقة هذا حديثة بس چهلا ميراثي وچيه وإنما ورث العلم صلى الله عليه وسلم ميراثي علم زانينا كتاب رب العالمين عز وجل سنة ويا هذا ميراثي پیغمبر خدا بی عليه الصلاة والسلام اما وقت مال نخي چه مال نهلا فمن أخذه يعني أي علمي ورقر دبوخا كون بكتن أخذ بحظ وافر حظ يعني النصيب وافر يعني تام كامل أبي في علم زانينا هني بتوحيد وعقيدة هني بسنة هني بوخكم كدو عملكم بكتن أو خداني في نصيب تمام وكامل اما مال دي ايت و دي چت مال همي کسی هی بس علم همي کسی نینه اگر میراث مروی علم بد گله خیتره شند میراث مروی کاره و مال بد منایا ویجا پیغمبر خودش علیه الصلاة والسلام وقتی مری میراث دیو خدا نه هیلابی بخواد بشتن اگر ام نبی معشر الانبیاء وقتی مرن مال وانا میراث وان پشتیوانات کرنا صدقه کرنا صدقة أفد مايك بسيار بشكردية بما أف رسالة ما يا حافظ الحكمي رحمه الله أبدأ عشر رب العالمين يمكن عز وجل رب العالمين خداني خير خداني بن بيسد وأجري ما ظن بكتن رحمه الله ما جب ببهر نكتش خير الخاء رب العالمين عز وجل بما جب خير حسين بكتن خاندنا في رسالة هاني رب العالمين عز وجل علمك نوافع برزقي ما بكتن والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.